الاهلي والجيش الملكي وماتش الحمد لله انه ما انتهاش بمصيبه. احداث مؤسفه في اخر الماتش. حكم تايه معرفش يدي ولا فريق من الاتنين حقه. حسب ضربة جزاء على الاهلي مش ضربة جزاء. لغى جون للجيش المغربي وهو كان جون. المفروض ان هو حسبها اوفسايد بس هي مش اوفسايد، الكرة جون. في ضربة جزاء تاني للجيش على ياسين مرعي، هنتكلم عليها قدام شوية. ضربة جزاء على ياسين مرعي متحسبتش. كمية تدخلات وفاولات غريبة، الحكم حتى ما حطش ايده في جيبه يطلع انذار غير في الاخر لما حس ان الماتش هيهرب منه. عدم وجود الفار بيبوظ ماتشات كتير. ماتشات اللي زي دي على الاقل لازم يبقى فيها فار. عدم وجود الفار في دوري المجموعات مش موجود اللي عندنا في افريقيا للاسف، فبيبوظ ماتشات كتير، بيضيع حقوق فرق كتير. الاتحاد الافريقي بيتعامل مع دوري المجموعات انه ماتشات تحصيل حاصل او ماتشات ودية، مع ان الماتشات ديت في ماتش فيهم بيفرق، فريق يصعد او فريق ما يصعدش. وبالتالي المفروض ان الاتحاد الافريقي يعدل الموضوع ده. الماتش بدأ في الشوط الاول، الجيش الملكي المغربي كان ضاغط جدا على الاهلي. الاهلي كان بطيء في الطلوع بالكوره. تريزيجيه وزيزو ما كانوش بيرجعوا يدافعوا. الجيش الملكي كان دايما عنده زيادة عددية في الحتة اللي قدام. الدقيقة 3 والدقيقة 6 والدقيقة 9 تلات فرص للجيش الملكي جوان. لو كان الجيش الملكي خلص في كورتين من التلاتة دول كان كسب الماتش مرتاح. طبعا الفرص دي ضاعت. بعد كده جت ضربة الجزاء الغير صحيحة بتاعت ديانج، والجيش الملكي قدر يجيب منها جون. بعد الجون الماتش اتغير، الأهلي ابتدى يرجع شوية. مش نفس قوته انما يرجع شوية للماتش. ضيع كور بس ما نقدرش نقول عليها فرص حقيقية. الشوط التاني بيتدخل تروب، المدرب اللي طور الأهلي هجوميا بشكل كبير ولكن دفاعيا لسه محتاج شغل. يمكن المشكلة عنده دفاعيا في الأفراد أكتر. هجوميا في الدقيقة 52 كان في فاول، زيزو حطها لتريزيجيه على حدود المنطقة، حطها جنب العارضة كان الجون. ده كله شغل مدرب. جملة معتادة للأهلي لما بن رمضان سرق المساحة اللي سابها له الباك ليفت عشان بن شرقي أخده وسحبه على الخط، وعرضية من بن رمضان حطها تريزيجيه. التكتيك اللي بيعمله تروب ده محفوظ من ساعة ما جه بيلعب عليه. ده الشكل الهجومي اللي الأهلي بيعمله، اللي تروب دايما بيستخدمه، اللي بيخلي بن شرقي أو الوينج رايت عموما أيا كان اسمه ياخد الباك ليفت ويفتح بيه على الوينج كده. واللاعب اللي بيلعب في مركز 8 أو زيزو أي واحد من الاتنين يقطع في المساحة اللي فضيت دي. الكرة لما بتروح لهاني، هاني بيلعبها لهنا، الراجل ده بيروح ويبقى مرتاح ويعرف يعمل اوفر. الاهلي كمان عنده ميزه ان تريزيجيه دايما مكمل جوه منطقه الجزاء، طبعا زائد المهاجم، زائد اللاعب رقم 10 لو ما راحش هو في المساحه ديت بيدخل يضم تالت جوه منطقه الجزاء. وبالتالي الكرة دي من اخطر الكور اللي الاهلي بيلعبها ودايما بتيجي جون. بعد جون الاهلي بدقيقه الجيش الملكي بيعمل هجمه، بيروح الفحلي بيشوط الكوره بتيجي في شوبير بترد للفيرود، الفيرود بيحطها جون. الحكم حسب الكرة دي اوفسايد بس هي مش اوفسايد، هو حسبها اوفسايد على الفحلي اللي هي اللعبة الأولى، لكن هي مش اوفسايد. الكرة دي المفروض كانت تتحسب جول. آخر الماتش كان هيقلب لأن اتحدف سكينة، ومش عارف سكينة بسبوسة ولا سكينة معجون، اتحدفت جوه الملعب. لعيبة الأهلي حبوا يبروزوا الموقف وأخدوا السكينة وراحوا يوروها للحكم عشان يكتب ريبورت عشان خاطر الجيش الملكي يتأذي ويتحرم من الجمهور على حسب عقوبة الاتحاد الأفريقي. والماتش خلص على كده، الحمد لله إنه عدى على خير.